السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد هنعمل فيه مع بعض الفراخ الستريبس. بجد تحفة جدا واحلى واجمل من بره بكتير. وطبعا كتير من ولادنا بيحبوا الفراخ ديت وبنصرف فلوس كتير ان احنا نجيبها جاهزة. من النهاردة بقى هنعملها في البيت بأقل تكلفة ممكن تتخيليها. تابعوني في الفيديو دوت علشان خاطر تعرفوا انا الطريقة عملتها ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى منك انك انت تعملي لايك، ولو انتي اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك الاشعار بتاعه. اول حاجه هنا انا عندي هنا دوت نص كيلو من الستريبس كده. بتجيبي صدور عاديه وبتقطعيها زي البانيه كده، بس بدل ما بتقطعيها شرايح كبيره بتقطعيها صوابع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. والحجم دوت حلو قوي، ما تخنوش عن كده علشان خاطر يستوي معاكي كده ويبقى مقرمش وطالع حلو، ما يكونش منك طري. معايا التوابل بقى، معايا هنا بابريكا، ومعايا هنا بصل بودرة، ومعايا هنا فلفل اسود وكزبرة ناشفة وسبع بهارات وملح. ولو انت عندك توم باودر بتحطي توم باودر، بس انا ما كانش عندي فاستبعدته. وحطيت هنا معلقة كبيرة من الكاتشب. اول حاجة بقى هجيب بولة معايا، بعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي كلها، وبعدها برضو هنزل بالكاتشب. عايزه اقولك الكاتشب بينقل طعم الستريبس لناحيه تانية خالص. انت ممكن ما تحطيهوش بس هتفرق معاكي كتير في الطعم. بعد كده بقى هقلب الخلطه ديت كويس جدا علشان خاطر التوابل مع الملح مع الكاتشب كلهم يندمجوا مع بعض. بعد كده بقى هنزل بالستريبس، بقطع الفراخ ديت هنزل بيها وهقلبها بقى كويس جدا علشان خاطر تتشبع من التتبيله والتتبيله تتشبع منها. بعد كده بقى هحطها في التلاجة تقعد معايا لمدة ساعتين. تاخد كده من التتبيلة. لو ما عندكيش وقت يعني ممكن تعمليها على طول برضو مفيش مشكلة. لحد بقى ما الفراخ تتبل هجيب بقى الدقيق بتاعي. هتجيبي معاكي كوباية من الدقيق وهتحطي عليها رشة من الملح، وهتحطي عليها برضو رشة من سبع بهارات وكزبرة ناشفة وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا، من كل التوابل اللي انت حطيتيها في التتبيله ذات نفسها. لو انت بقى بتحبي الحاجه سبايسي ومفيش اطفال هياكلوا منها، في الخطوه دي بتقدري انك انت تحطي شويه من الشطه. بعد كده بقى تحطي كوبايه الا ربع من الميه، وتقلبي بقى كويس جدا لحد ما القوام بتاعها يبقى يعني شبه كده ايه، يعني بيكون قوامها تقيل شبه الكيكه كده بس اخف شويه. وهقلب برضو كويس جدا عشان خاطر الدقيق ما يبقاش في اي تكتلات ويكلكع معاكي كده في قطع الاستريبس ذات نفسها. هنا بقى خلاص الاستريبس كان اتبل معايا. جبت بقى الدقيق بتاعي كده ونزلت عليه بيه وهقلبه برضو كويس جدا علشان خاطر كل قطعة من الاستريبس تتشبع من الدقيق ده. هنا كده خلاص خلصته. بعد كده بقى هجيب كوباية من الدقيق، دقيق عادي معلوش اي اضافات ولا حاجة. احنا كده كده متبلين الاستريبس ومتبلين الدقيق بالمية اللي فيه دوت. وبعد كده بقى هقوم معفرة كده الاستريبس بيه. عايزة اقولك وتقعدي تدبدبي كده بايدك هيعمل فيه القشور اللي بتبقى موجودة في الاستريبس اللي بنجيبه من بره. وهتخلصي بقى كل الكمية بنفس الطريقة، بس ما ينفعش تحطيه فوق بعضه علشان خاطر هي في الحر دوت هيشرب التتبيلة بتاعته، ولو حطيتيه فوق بعضه هيتشال القشرة من عليه. بعد كده بقى هتحطي الزيت على النار. انا هنا برضو الزيت ده وكنت قلي فيه ستريبس قبل كده. فهتحطي بقى الزيت على النار وهتسيبيه لحد ما يسخن كويس. ما ينفعش انك انت تحطيه والزيت بارد لان الطبقة بتاعه الستريبس هتنزل منك ومش هتمسك فيه. وبعد كده بقى هتبتدي انك انت تحمريه. هتحطيه كده وما تقلبيهوش خالص دلوقتي. اول ما يبتدي الوش اللون بتاعه يبتدي ياخد لون من تحت تبتدي تقلبيه، انما لو قلبتيه دلوقتي القشرة بتاعته برضو هتنزل من عليه. ما بياخدش وقت خالص في السوا.
اهوت يا بنات خلص معايا، وعايزه اقول لكم بجد تحفه جدا. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، وتكون الوصفه بتاعتي بتاع النهارده عجبتكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.